ميزانية ال1000 جنيه 10 أيام، هقولك ازاي توفري وتخزني لرمضان كمان، وازاي تمشي بيتك. هيكون معانا أكتر من فكرة للتوفير في الخضار والمنظفات، وكمان مصروف الأطفال، وكل ده بال1000 جنيه. خليكي معايا وشوفي الفيديو أكيد هتلاقي الفكرة اللي تناسبك، وأكيد هتلاقي الميزانية اللي تمشي مع نظام بيتك. ولو بتهتمي بمحتوى التوفير والوجبات الاقتصادية، ياريت تنورينا بلايك وتشتركي في القناة، وكمان ياريت تفعلي زر الجرس علشان يوصلك كل جديد من فيديوهات. يلا بينا نبدأ الفيديو. بس قبل ما نبدأ ما تنسوش تصلوا على النبي. اول حاجة طبعا النهاردة كان يوم مشترياتنا، وطبعا يوم المشتريات بحاول علشان هرص المشتريات وبنضف الدنيا كده معايا. بحاول اخلي اليوم خفيف كده، من حيث ايه، بجيب كيلو سمك كده وبشويه في السوق وانا بشتري المشتريات بتاعتي. جبت السمك وعملت شوية رز كده في البيت، وطبعا السمك مشوي بره زي ما قلت لكم جاهز اهو. وعملت طبقين سلطة كده، وطلعت من المخلل اللفت الجميل اللي احنا كنا عاملينه مع بعض ده اللون الطبيعي بتاعه، بس انا ضفت له لون صناعي يعني احمر، يديله لون حلو شويه. لو حابين تضيفوا له بنجر بيبقى تحفه برضه. المهم اكلنا وعملنا. طبعا عايزه اقول لكم احلى حاجه في الدنيا اللي هي مشتريات الشتاء. يعني عايزه اقول لكم الفاكهه والخضار بتوع الشتاء تحفه قوي بجد. كل حاجه فيه بتلاقيها حلوه كده، وكل حاجه بتحسيها فريش، وكل حاجه بتحسي ان هي جديده، بتحس ان هي معموله لسه جديد. المهم كده جبت شويه من الخضار كده. اول حاجه جبتها هنا كانت الفراوله. هقول لكم كل حاجه بالتفصيل، وهقول لكم سعر كل حاجه، هسيبها لكم مكتوبه علشان لو حبيتوا تعملوا الميزانيه ولو حبيتوا تنفذوها. المهم الكيلو الفراولة كان عامل معايا 50 جنيه. في أماكن بتبيعه ب30، وفي أماكن بتبيعه ب40. بس احنا بقى معروف عندنا ان احنا السوق بتاعنا غالي شوية، فالمهم الأسعار غالية شوية، فكنت جايباها ب50. هي زي ما قلت لكم موجودة في أماكن ب30. تقدري تجيبي مثلا كيلو أو كيلو ونص، وتعملوهم 3 أكياس عصير وتحطوهم في الفريزر لرمضان. طبعا دي بداية بقى الموسم، وبداية ما الحاجة كده بتبقى ظاهرة. بس انا عايزة اقول لكم، هقول لكم على حاجة. يعني بصوا يا جماعة، احنا كده كده رمضان ان شاء الله هيبقى معانا في الشتاء. يعني الفاكهة دي كلها هتبقى موجودة معانا في رمضان، فاحنا ليه نخزنها ونحطها في الفريزر طالما هي موجود؟ بس ده ما يمنعش ان احنا نجهز كام حاجة كده، علشان الوقت وقفتنا في المطبخ ووقتنا ما يتاخدش مننا في ثانية كده، ونحس ان اليوم راح مننا في ثواني. تاني حاجة جبتها هي التمر او الرطب. كنت جايبة الكيلو ب35 جنيه. كنت جايبة كيلو كده. عايزة اقول لكم بيفضل معايا شوية حلوين. المشتريات دي هتفضل معايا اكتر من 10 ايام، لان انا عارفة انا جايبة ايه. عايزة اقول لكم كمان الليمون ده كنت جايبة كيلو ب10. كان الليمون اللي هو القضاليا الكبير ده. وكمان كنت جايبة 2 كيلو برتقان ب30 جنيه. الكيلو ب15 جنيه. حاولوا انت بتنقي البرتقانة، هات البرتقانة اللي لونها يعني اورنج قوي، دي بيبقى طعمها حلو، يعني بيبقى السكريات بتاعتها مظبوطة، وبتبقى استوت كويس على الشجر. جبت كمان كيلو من الجبنة القريش. الكيلو منها عامل 90 جنيه. ابتديت ان انا اقطعها كده، واخدتها يعني حطيتها في العلبة زي ما انتم شايفين. لو حاسة ان هي هتفضل معاكي شوية حلوين، اغليها شوية مية ومعلقة ملح وقرنين فلفل اخضر او احمر كده وحطهم فيه. انما انا يعني ايه، بقالها شوية ما جبناهاش. وبعدين احنا في الشتاء، فالحاجة ما شاء الله يعني بتبص بسرعة، فاهمين؟ فلو كنا في الصيف كنت سبتها. المهم انا هنا كنت برص حطيت هنا بقى. كنت جايبة البصل كنت جايبة 4 كيلو ب50 جنيه، والبطاطس كنت جايبة 2 كيلو ونص ب25. الفلفلة كمان كنت جايبة نص 1 كيلو ب10. وزي ما قلت لكم الجبنة ب90. والسمك طبعا كنت جايبة الكيلو ب80 جنيه، وشويته ب20 جنيه. في اليوم ده كنت صارفة 500 جنيه. الطماطم كنت جايبة 4 كيلو، لا 5 كيلو، كانوا ب25 جنيه. دول كانوا 5 كيلو ب25 جنيه. طبعا هنونة هنا بقى بتعمل لي لف وكده وواقفة معايا. هتجيبي كمان نص طبق بيض. نص طبق البيض بيبقى عامل 75 جنيه. هتجيبي كمان مكرونة كيلو ونص مثلا لو انتوا 4 أفراد، أو 2 كيلو هيفضلوا معاكي ب50 جنيه. وكمان هتجيبي كيلو من العدس. الكيلو العدس هيبقى عامل 75 جنيه. انت بكده عندك كذا أكلة تقدري تطلعي من الأكلات اللي قدامك دي. عندك البطاطس هتحمري منها، وعندك البيض هتسلقي منه.
تقدري كمان تطلعي من الاكلات ديت يوم كده عيش، تعملي عيش كده يوم نواشف. تعملي مثلا شكشوكة وبطاطس محمرة وطبق سلطة. وكمان تقدري تستبدلي الفراولة، الكيلو الفراولة اللي ب50 تجيبي مكانه خيار مثلا وجزر. هتجيبي الخيار ب15 نص كيلو، وهتجيبي برضو الجزر كيلو ونص ب15. وبكده تقدر تعملي يوم مثلا مكرونة ومعاها آه، نص كبدة فراخ ب45 جنيه. تقدري تعملي الكبدة العادية ومعاها مكرونة. تقدري تعملي شوية شوربة عدس، ده في العادي يعني، دي الأكلات الاقتصادية. إنما انت في الأساسي هيكون معاكي حوالي يومين فراخ، ويوم السمك بتاع النهاردة، وكمان زي ما قلتلك الكبدة. والبيض بقى بروتين ما شاء الله، يعني تقدري تعملي منه كذا حاجة. يعني أنا عايزة أقولك هتطلعي كذا فكرة، يعني دوري عندنا في القناة هتلاقي كذا فكرة أفكار للوجبات الاقتصادية وكده. تجيبي نص لحمة مفروم، وهتزوديه بشوية من الفول الصويا، وتعملي شوية من الكفتة، هيعملوا معاكي أكلتين وبالهنا والعافية طبعا. وبصلاية وشوية الحبشتكنات دي، طبعا انتوا شاطرين وعارفين المجال دوت ازاي بنوفر فيه. انا بس هديكوا شوية افكار نساعد بعض يعني، ونشور على بعض. شوية رغوي بقى كده في الشتاء وفي الجو البرد ده. يعني اليوم انا عايزة اقول لكم ما كانش مستحمل، حبيت كده اعمل معاكم اصور معاكم المواعين وانا بغسلها كده. قلت ايه اديكوا باور وانتوا قاعدين تحت البطانيه كده، تقوموا تخلصوا اللي وراكوا وتغسلوا مواعين. كان في حد سالني على نوع سائل المواعين بتاعي، طبعا بستعمل وفير. جبته اول لما جبته وريته لكم في الاول. وبجيب الجيركن 2 كيلو ونص، عامل عرض اليومين دول ب75 جنيه. وجبت اوكسي، بجيب اوكسي المسحوق بتاع الغسالة ب55 جنيه. عايزه اقول لك كده المنظفات بندها خلصان. طبعا لو عايزه تجيبي معطر تجيبي كلوريكس اللي انت حباه يعني، دي حاجه بترجع لك. بس انا بستكفى بالبخور مثلا وخلاص. يعني مثلا لو عايزه اعطر الشقه بعمل بخور، وبجيب كلور اللي هو العادي، ازازه كلور عاديه بستعملها في الابيض، لان يعني ايه، ما عندناش الهدوم مش بتتوسخ قوي يعني زي ما انتوا فاهمين. فلو لو عندك الموضوع يعني الاولاد بيبهدلوا الهدوم او الهدوم بتبقع قوي، هتبقى اللي هو كلوركس الالوان. انا يعني ما بضيفوش كتير في هدومي وكده. المهم بتجيبي كمان بتاعة بيركس، ال3 اكياس ب10 جنيه. بتجيبي الكيس بتفضيه على بخاخة مية كده، وعايزة اقولك بيفضل معاكي شوية حلوين. هسيبلك صورته فوق كده ان شاء الله. بيفضل معاكي شوية حلوين، والبخاخة دي بتلمعي بيها كل حاجة. يعني بتفضل معاكي تلمعي بيها ازاز، تلمعي بيها اسطح، وبتدي ريحة تعقيم فظيعة يعني بجد فظيع في التنظيف وفي تلميع الاسطح وكده. بعمل بيه البوتاجاز وبلمع بيه الرخامات، بعمل بيه حاجات كتيرة قوي. انا عايزه اقول لكم بجد تحفه يعني بمعنى الكلمه. كده. وزي ما قلت لك بقى لو حابه تجيب ازازة معطر كده، فانتي بتستغني عن بند واحد وبتجيبيها، فاهمة؟ ازازة المعطر ب35 جنيه، وفي يعني زي ما انتوا حابين بقى. دي حاجة بترجع لكم. ممكن تجيب المعطر اللي هو المركز، اللي هو بقى بتاع جميع الأغراض، اللي ممكن تحطيه في المسيح وفي التنظيف وكده. تجيبيه وتبدأي ان انت تخفي منه، في اللي هو بتاع فريدة اللي هو بتخفي منه ده، بيبقى جميل برضه. المهم اديجي بقى عند البند بتاع مصروف الأطفال. مصروف الأطفال مثلا قولي في ال10 أيام دولت هياخدوا 50 جنيه. 50 جنيه في ال10 أيام. والله انت لو ظبطتي ايدك وعملتي كام حاجة حلوة كده في وسط الحاجات اللي احنا بنعملهم، وتجيبي معاك كرتونة حلويات كده، في اللي هي الشوكليت، بيبقى في كرتونات ب30 وبيبقى في كرتونات ب50. جنب الفاكهة بقى اللي عندك، طبعا الفاكهة هتقطعها بأشكال حلوة كده، بحيث ان انت ايه تحببي الطفل ان هو ياكل، وبرضه مش بهمجية يعني. قسمي حاجتك كده وظبطي نفسك وظبطي يومك. انا هنا في الوقت ده كنت بشطب الحوض بقى، شطبت المواعين بتاعة الغدا، وجيت على البوتاجاز برضه كان نضيف معايا، ما كانش الا الناحية دي اللي ما كانتش نضيفة قوي، اديت لها تلميعة كده، والتانيين اديت لهم تلميعة سريعة برضه. بقيت النواحي التانية يعني، انما هو نضيف.
نضيف. الحله دي كان باقي شويه رز بقى سبتهم، وبعدين هبقى هحطهم في علبه واشيلهم في التلاجة. المهم جيت هنا قطعت شويه بطاطس علشان اعمل بطاطس محمره علشان العشاء. طبعا انا شايله السجاده من الارض لان انا بغسلها اليومين دول. العيال بقى جه، وربنا ما يحرمناش منه يا رب ولا من دخلته، ويخلي لكم ازواجكم يا رب. واللي جوزها مسافر ربنا يرجعه لها بالسلامه، واللي جوزها ربنا مضايقها شويه ربنا يفرجها عليكي يا رب ويوسع عليكي. والله ربنا كريم قوي، وربنا فرجه قريب قوي. وما تفكريش ان حد واخد اكتر من حد. كلنا واخدين حقوقنا في الدنيا دي، وكلنا ربنا مديلنا اللي احنا نستاهله واللي احنا نستحقه. يعني انا مني واحده انا عارفه ان ربنا مكافئني ومديني كل اللي انا استحقه. ايوه يمكن بيبقى فيه شويه حاجات ناقصين، بس احنا نركز كده في نص الكوبايه المليان، ونبص للحاجات الكويسة اللي في حياتنا، وما نركزش خالص في الحاجات اللي ناقصانا والحاجات اللي مش موجودة في حياتنا. ربنا يا رب يرضيكم ويبارك لكم في حياتكم. حتة الرضا بالعيشة دي حاجة جميلة قوي بجد. المهم انا هنا عملت العشاء، بس انا عايزة اقول لكم اليوم ده كان طويل قوي يا ولاد بجد. يعني انا عملت خلصت، وبعدين شلت كام حاجة كده علشان اعمل التفريزات. غديتهم ورصيت المشتريات زي ما انتم شايفين، ويعني فاهمين كام حاجة كده جم ورا بعض. الحمد لله، يعني ربنا يعيننا ويقوينا. مش عايزه اديكوا طاقه سلبيه يا اولاد، قوموا من تحت البطاطين يلا وقوموا كده تشجعوا وخلصوا. المهم هنا جيت بقى قشرت البرتقال كده علشان اقطعه لهم، عشان لو حطيت جنبهم الشنطه هيخلصوها يا ولاد. انا صراحه معاكم مش هخبي عليكم خالص. المهم قطعته كده زي ما انتم شايفين، وحطيت قطعته كده شرايح، وحطيت كام واحده فراوله كده في النص. وبابا هنا كان جايب لنا ابو احمد كان جايب لنا بتاع طعميه، وحطيتها كده زي ما انتم شايفين. وطلعت البطاطس المحمره بقى بالف هنا وعافيه كده. تعالوا اتعشوا معانا. وحطيت الشيبس ده وحته جبنه والمخلل الجميل بتاعنا. وجيت بقى كملت المعركه بتاعتي، يعني خلصت لهم عشاهم، وما قعد بقى قدام الشاشه وسبتهم ودخلت خلصت. ازاي بقى تاخدي جزء من المشتريات بتاعتك ده للتفريزات؟ زي ما قلتلك اتبعي منظومة النص كيلو، نص كيلو فوق كل حاجة. انا جايبة مثلا من النهار شيل منه نص للتفريزات. يعني بتكلم على الحاجات البسيطة. يعني مثلا جايبة 2 كيلو برتقال، نص كيلو للتفريز. وزي ما قلت لك الحاجات اللي هتفضل معانا ديت ما تحاوليش ان انت تفرزي منها. عايزه مثلا تفرزي ايه؟ البطاطس. عايزه تعملي بطاطس المية اللي هي المحمره ديت وتعمليها وتشيلها في الفريزر، مفيش اي مشكله. عايزه تجيبيها وتعمليها كفته وتعمليها كروكيت، اللي هي كروكيت البطاطس اللي بيبقى يتعمل ده، بتبقى تحفة بجد. المكرونة زي ما احنا جايبين كده، تجيبي مثلا انت جايبة كيلو وتبقى معاكي 10 جنيه، هاتي نص كيلو حط عليهم 2 جنيه. نص كيلو ب12 جنيه. وشيلي رمضان، ما انتش عارفة. على فكرة الحاجة بتغلى جدا في رمضان. الطماطم دي هتبقى غالية جدا في رمضان، وبتوصل لأسعار مهولة. يعني انتوا استغلوا الموقف الوقتي، واستغلوا ان الحاجة موجود. المهم الطماطم اللي انا بقطعها دي ما كانتش حمرا قوي. هقول لكم دلوقتي ازاي تخلوها لونها احمر، وهقول لكم ازاي تبقى تحفه معاكم كمان في الطبيخ، وترمي كميه حلوه معاكم كمان. المهم زي ما قلت لكم نص كيلو من المكرونه. هتجيبي اي حاجه تقبل ان هي تتفرز. الجزر الموسم بتاعه اصبري كده اما يبدا يرخص خالص، وتقومي جايبه شويه وتبشريهم وتحطهم في الفريزر، وتقطعيهم وتحطهم للشوربه. البصل اليومين دولت اقسم بالله البصل هيرفع يا جماعه. انتوا حاولوا بقدر الامكان تجيبوا. انا جبت وعملت معاكم في الفيديوهات اللي فاتت، عملت معاكم شويه تفريزات حلوه قوي. وطبعا من ضمنهم البصل ده كان يعني حاجة جميلة أوي، حاجة قمر بجد. التوم هاتيلك كيلو، ابتدي ان انت تفرزيه، حطيه في فصصيه كده، وافرمي شوية وحطي شوية في صوص زي ما هما في التلاج، وفرزيه. تعالوا هنا بقى، كانت طالبة معايا عايزة اكل حاجة مشطشطة كده يا ولاد. قمت جايبة قطعة جبنة قريش. كان عندي العلبة دي كان باقي فيها شوية من الجبنة البراميل اللي هي بتبقى الحادقة الحادقة قوي دي. وجيت هنا بقى جبت معلقة من هريسة الشطة. لو عايزين تعملوها
بارده بالفلفل الاحمر اللي هو البارد عادي خالص. ممكن تجيبي واحده فلفل حمراء لو ما عندكش الهريسه، يعني تجيبي واحده فلفل حمراء كده وتحطها معاهم. المهم ابتديت ان انا اهرسهم كده، وجبت حوالي نص كوبايه ميه مغليه، الميه بتاعتي تكون مغليه، وببتدي ان انا اضيف. لا لو ما عندكش لبن، طب لو عندك لبن حطي كوبايه لبن على قطعه الجبنه القريش. انا حطيت نص كوبايه ميه مغليه علشان ايه تديلي قوام ناعم شويه. المهم ابتديت ان انا اهرسهم كده بايدي، واخدت معايا شويه حلوين، يعني اهرسيهم بشوكه او بمعلقه، شوف الطريقه اللي بترتاحي فيها. عندك هاند بلندر ابدأي ان انت تضربيهم كده بالهاند بلندر. انا هنا اهوت بحط الميه زي ما قلت لكم، ما تكتريش عليها ميه. دي ميه طبعا حطيت في العلبه اللي مكان الجبنه القديم، طبعا خسارة شوية الفتافيت اللي كانوا في العلبة. المهم حطيتهم بقى وضربتهم في الخلاط ضربة كده، وبعدين جيت حطيتهم في العلبة هنا اهو. عايزة اقول لكم كانت تحفة، يعني هي فظيعة، هي في التلاجة كده مفيش حد بياكل منها الا انا، لان هي حراقة جامد، بس بجد عجبتني قوي. طبعا القوام بتاعها هيتقل لما تدخليها التلاجة لسه، لان المادة السائلة كانت دافية وكده. جيت بقى برضو زينتها بشوية هريسة شطة كده، وحطيت شوية زيت على الوش، ورشة كده من حبة البركة، حطيت شوية حبة بركة كده على الوش. هنا بقى كانت تشطيبة كده في الإزازة قلت أحطها. المهم حطيت رشة بقى من حبة البركة، وابتديت بقى ان انا بصوا يعني شايفين القمر بجد تحفة قوي، عجبتني. من الحق حطيت نص ليمونة، عصرت نص ليمونة وهي في الخلاط، كان طعمها يجنن. جربوها بس وعلى ضمانتي هتعجبكم أوي مع العيش البلدي او مع الكايزر، شوفي العيش المتوفر عندك. المهم عملتها كده في العيش، وجيت هنا بقى علشان ايه، طبعا زي ما قلت لكم الطماطم لونها مش مشجعني خالص، ولو ضربتها وحطيتها في الفريزر كده مش هتبقى حلوه. فانا قلت اعمل ايه بقى، اعمل حاجه للكميه كلها. جبت كده بساطين كبار وحطيتهم على النار، وجيت هنا اخدت الطماطم وابتديت ان انا اضرب فيها زي ما انتم شايفين كده. طبعا الطماطم زي ما انتم شايفين لونها مش مشجع خالص. وابتديت ان انا احمر في البصله بتاعتي، وحطيت عليها كمون وكزبره ناشفه، ورشه من بهارات السبع بهارات، وكمان رشه من البابريكا. انا عايزه اقول لكم البابريكا بتودي طعمها في حته تانية خالص، بجد فظيعه، وبتودي اللون برضو بتاعها. واديت البصله قرصت على التحمير بتاعها شويه كده زي ما انتم شايفين، يعني ايه اديتها لون مايل كده بعد الذهبي بشويه، علشان ايه تدي لون للطماطم بتاعتي. هتشوفوا الوقت لونها هيبقى عامل ازاي. طبعا الخلاط كان بيمشي ما تركزوش معاه، كان لقيته اتحرك كده فزقيته. المهم هنا بقى هوت اخدت الكميه كلها وحطيتها زي ما انتم شايفين كده، وغطيت عليها. وهنا كانت خلصت. حطيت عليها معلقه سكر، معلقه كبيره من السكر. دول 5 كيلو طماطم ما شاء الله عملوا لي كذا طبخه زي ما انتم شايفين كده. وشايفين اللون بقى، شايفين بجد تحفه تسبيكتها، شايفين شكلها فظيعه. انا كده بقى اقدر انام وارتاح كده، واحط راسي على المخده وانام، طالما في صلصه في الفريزر. انا عايزه اقول لك بكون مطمنه قوي وبكون مرتاحه، يعني ان انا مش هضرب كل يوم طماطم. لو استفدت من الفيديو ده ولو بفكره واحده، يا ريت تنوريني باشتراك وتكتبي تعليق حلو منك، وتقولي لي انت بتتابعيني من انهي محافظه. لو وصلت للجزء ده من الفيديو بشكرك جدا على حسن المتابعه. ومن الحق نسيت اقول لكم ان العلبه ديت هحطها في التلاجة من تحت اسحب منها يعني للطبخه الجايه ان شاء الله. بحبكم جدا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.